السلام عليكم. مرة ثانية هنتكلم عن الجمعية. طبعا هي ليها أهداف، وأهدافها طبعا مساعدة الناس. احنا طبعا هنتكلم عشان الناس اللي عايزة تفهم احنا هنقدم ايه في الجمعية، واللي يقدر يساعدنا أهلا وسهلا. الجمعية بتاعتنا هتقدم مساعدات مادية وعينية للمحتاجين، في كفالة أرامل ومطلقات، في كفالة أيتام، في تجهيز عرايس، في أنشطة دينية هتبقى زي سقيا ماء، كفالة طلاب العلم، تحفيظ قرآن، إعمار مساجد، تسيير حج وعمرة لأعضاء الجمعية. عندنا قوافل طبية، علاج مجاني وكشف مجاني، وده برضه هيستفاد منه الشيفات وغير الشيفات اللي هم ما عندهمش تأمين صحي، فممكن عن طريقنا برضو إن شاء الله نعمل حاجات كويسة تفيدهم كويس. عندنا رعاية مرضى السرطان، عندنا رعاية مكفوفين، عندنا رعاية ذو الهمم والاحتياجات الخاصة طبعا. ومصرح لنا طبعا فيما بعد إن شاء الله بإذن الله إن احنا نعمل حضانة أطفال ودار مسنين، وربنا يكرمنا. حاجات تانية بتتعمل، أعمال يدوية تمام، وهيبقى عندنا معارض، حاجات كتيرة طبعا للجمعية. طبعا مطلوب طبعا ان الناس اللي هم اصحاب الخير ان هم يساعدونا طبعا في اعمال الخير، حتى لو بالكلام المعنوي، ده بيشجع طبعا. وان شاء الله نكون في مساعدة الناس كتير، وفي مساعدة أهالينا طبعا، وإن شاء الله بإذن الله بنكون في كل مكان. طبعا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، إحنا قلنا كل الحاجة وقلنا الأهداف بتاعتنا، فقلنا نصور في المكان عشان الناس تشوفه، وإن إحنا بقينا على أرض الواقع دلوقتي، وربنا يقدر الكل طبعا في مساعدة الناس. وإن شاء الله هتشوفوا مننا حاجات جديدة وحاجات حلوة في اسكندرية كتير إن شاء الله بإذن الله، بفضل الله وبفضل جميع زملائي إن شاء الله بإذن الله، وبالتوفيق للكل. وتحياتي لكم، وأقول لكم تصبحوا على خير. ومعلش هي كلمات بسيطة كده، بس حبيت أعرفكم برضو إن إحنا عملنا إيه يعني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.